السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيك. ازاي البرنامج ده يجعل في ميزان حسناتك يا رب. يا رب يا حبيبتي. انا عايزه اكلمك بس بجد على قد ما بدعي لك، على الله يبارك لك. ربنا يكرمك، شكرا يا حبيبتي على الدعاء. فضيله الشيخ، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك لك على عدد كل حاجه بنفهمها منك ونعرفها من حضرتك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. بقول لك يا فضيله الشيخ، انا والله ما مزعله جوزي ويعني بما يرضي الله كل حاجه حاجته بعملها له وما مقصره معاه في اي حاجه. فانا في مره من المرات زعل مني وبيقول لي جيت اصلي، فبيقول لي على قد صلاتك دي انا مش مسامحه، انا مش مرتاح معاكي، انا مش مسامحه، مع اني والله ما مقصره في حقه في اي حاجه. فهل انا فعلا لو هو بس انت اكيد سالتيه بتقول كده ليه؟ مش مسامحني في ايه؟ ايه اللي مش مريحك؟ بيجاوبك يعني يقول لك ايه؟ مثلا لما يجي يتكلم مثلا واقول له مثلا حاجه البيت، لا حاجه تتصلح، حاجه ما تتصلحش، حاجه بنتي يعني ما تاثرش فيها رغم ان ظروفه حلوه وكويسه، فبقول له حاجه بنتي المفروض تتعمل، فبيقول لي لا انا مش حاجه بنتي المفروض ايه؟ ان هي تتوفر لها، يعني زي اي اب ما بيوفر اي حاجه لاولاده. يعني بتطلبي الحاجات اللي في البيت مثلا، او الاكل او الشرب او حاجات كده، او لبس او اللبس او حاجات الحضانه او حاجات المدرسه او كده يعني. بيقول لي لا انت، مع اني والله متيله فيه وما بيخليه يبيت ولا يوم من غير ما راضيه، حتى لو كان هو اللي غلطان معايا. طب هل مثلا انت بتطلبي منه زياده هو معهوش؟ والله ابدا، لان انا طالعه من بيت عارفه ان امي لا عايشه على قد اللي في جاب ابويا او اللي هي ربتني عليه، عيش على قد اللي موجود. هو بقى بيجاوبك يقول لك ايه؟ انا اللي مزعلني دلوقتي ان هو بيقول لي لا انا مش مرتاح معاكي، انا مش مسامحك ولا دنيا ولا اخره. في ايه بقى؟ قالها لك كم مره؟ في ايه؟ مره واحده. ويا فضيلة الشيخ انا مش مرتاحه من الكلمه، انا والله. ايوه، هو قال لك في ايه؟ مش مسامحك في ايه؟ مش مرتاح معاكي في ايه؟ مش مرتاح معايا في العيشه. قال لك اخر الكلمه دي قالها لك يا اماني، الكلمه دي قالها لك امتى؟ قالها لك امتى؟ في وقت من الاوقات، مثلا ان انا كنت موديه بنتي حضانه وبعتوا فلوسها، فبقول له اتفضل الورقه اللي بعتها من الحضانه. بصي يا اماني قالها لك مره واحده يعني؟ يا اماني مره واحده وزعلانه؟ انت طيبه يا اماني. يا اماني نعم. اخر مره قالها لك من اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين؟ ايوه من شهر قالها لك تاني؟ لا، ما هو بيقول لك عمال على بطال، بيقول لك لا انا شكلي عايز اغير. انا ايه؟ شكلي عايز اغير. هو بيقول لك كده؟ هو بيقول لك كده، بيهزر. هتلاقيه بيهزر معاكي، وانت بس ايه حاطه الموضوع في دماغك، ما تقلقيش يا دام هو ما قالكيش حاجه كده تاني. انا دلوقتي ما دام مش مقصره معاه، لا ما عليكيش حاجه، ممكن ربنا يسمع منه. حاضر. ماشي حبيبتي، حاضر. احنا عايزين نقول كلمه لكل الرجاله، ركزوا كويس في كل كلمه بتطلعوها لمراتكم. ليه؟ لان الست مش بتنسى. مراتاتكم بقى؟ كل واحد لمراتاتكم اما يقول لمراته كلمه يفكر 100 مره، لان هو ممكن بيكون بيقول كلمه كده سواء هزار او جد حتى في وقت الخناقه بس، لكن مش قصده. لكن الست ما بتفوتش، حتى مخزنها لك اهو بقى لها شهر وهي مره واحده قالها لها، لكن عماله تتكلم فيها كانه كل يوم بيقولها لها. الست ما بتفوتش، فكروا في كلامكم كويس. حاضر. وما تضايقوش الست. حاضر. ومشاعر المراه مهمه جدا، ما حدش يجي على المراه ولا على مشاعرها. واماني ست طيبه وزوجه جميله وطيبه، لان هي خايفه على مشاعر جوزها، وخايفه ان هي تكون اخذت ذنب ولا حاجه عشان شوف احنا كلنا بنقع في الغلط ده. خلينا بس نتكلم اللي احنا كلنا نقع في الغلط ده. مراتي تقول لي انت عاوز تروح معهد توظيف الالفاظ. انت اما اقول كلمه كده ولا كده كلنا بنقع في الغلط ده. لكن تعالى خلينا نقول بس ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو كان يراعي مشاعر المراه عليه الصلاه والسلام. بنحاول نقتدي بسيدنا النبي، نحاول، كلنا مقصرون يعني، نسال الله العفو والعافيه. فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل موقف، شوفي موقف صعب جدا، من السيده عائشه رضي الله عنها، وتخبط ايد النبي، تضرب ايد النبي قدام الضيوف الصحابه الكبار،
فيقع الطبق ده على الارض فيتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل كده عليه الصلاه والسلام: غارت امكم، فرفع من قدرها وشأنها صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنحاول نقتدي بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده قضية مهمة جدا، اللي هي قضية مراعاة مشاعر مراعاة مشاعر الناس عامة، والزوجة على وجه الايه؟ على وجه الخصوص، والا هتعيشنا في نكد. فاحنا عيش في نكد بقى، انت اللي اخترت. احنا عاوزين نعيش في سعادة. لكن انا عاوز اقول لأماني، ممكن يكون قالها في وقت هو يكون زعلان، ممكن يكون معهوش فلوس، ممكن يكون متضايق، يمكن يكون انت مثلا عملت اكله وحشه مثلا ولا حاجه فهو كان زعلان. لكن ادام ما قالكيش حاجه بعد كده، خلاص يعني ما تفكرهوش تاني. طول ما انت مش مقصره في حقه وبتمشي بما امر الله، وفي طاعه للزوج ما شاء الله، وبتراعي مشاعره وبتشوفي واجباته والحقوق اللي عليكي واللي عليه، ما تقلقيش من حاجه. وبرده كلمه للازواج، انه ما يهددش بقى مراته بان انا مش راضي عنك، انا هتجوز عليكي، الكلام بقى ده. هو مش بس كده، ده بتصل الى ان الملائكه هتلعنك. بيقول كده. ساعات يقول كده. وبعدين يستدلوا بالحديث ويحطوه في مواضع خطأ. طبعا. اللي هو بص بقى، انا طب هخلي الملائكه النهارده جبريل يلعنك كمان. يعني ممكن يبقى معايا صك كده، مين اللي هيلعن يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فده لا يجوز شرعا يعني. طبعا. ده اصلا لا يجوز اصلا شرعا ان انت تهددها بالطريقه دي. ربنا مش مديك سيف يعني مسلط على رقاب الزوجات. اكيد. فده نقول لكل زوج: اتق الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول: استوصوا بالنساء ايه؟ خيرا فإنهن عوان عندكم.